تعالي كده اما اقولك، تعالي كده. ممكن ما تنسيش جوزك بعد الولاده. انا سلمى حسين، مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصيه كأم فعرفتي تربي. عارفه انك عايزه تنامي ومش طايله ومش قادره تقومي تطبخي ومخنوقه ومكتئبه وما عندكيش اصلا قدره على الكلام او حتى انك تسمعي حد. انا بس عايزه افكرك بحاجه، نسبه كبيره جدا من الرجاله بعد الخلفه على طول بيحسوا ان هم كم مهمل، وانك خلاص ما بقيتيش تهتمي بحد غير البيبي، وان هو خلاص ما بقاش له مكان، ده حتى سريره اللي متعود ينام عليه بقى محتل. ده غير طبعا ان انت مش مركزه معاه زي ما كان متعود. انا حابه اقولك ان الحياه مشاركه، وزي ما بتحبي ان اللي قدامك يضحك في وشك ويسال عليكي ويطمن عليكي، انت كمان اعملي كده. ركزي ان انت تقولي له كلمتين حلوين كده وتحسسيه ان مكانته زي ما هي، واشكريه على اي مساعده بسيطه بيقوم بيها. دول كلمتين حلوين وابتسامه في وشه، والراجل برضو مستحمل معانا كتير. ولو حس منك باهتمام بسيط قد ما تقدري، بجد هتفرق في علاقتكم جدا، وتقدروا ان شاء الله تعدوا الفتره بتاعه ما بعد الولاده دي بسلام، لانها بجد بتبقى فتره مليانه ضغوط. شاركيني واكتبي لي في الكومنتس عملتي ايه عشان خاطر تعدي فتره ما بعد الولاده بسلام.